السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ده يا حبايب قلب حبيبة، ده آخر فيديو بالنسبة لفيديوهات العمرة. وانتوا عارفين ان انا قلت لكم ان انا ما كنتش في نيتي ان انا اصور كل الفيديوهات، انا عاملاها بالطول. بس البنات بقى قالوا لي يعني دي هتبقى ذكرى ليكي في القناة، كل ما تحبي ان انتي تشتاقي للأماكن لحد ما ربنا يكتبها لك تاني تقعدي تتفرجي عليها. فدي مقاطع كده كانت موجودة عندي تليفونات البنات وانا جمعتها وحطيتها لكم في الفيديو ده. هنا كنت بودع اخواتي وبودع امي وبودع بناتي. ومروان بقى عايزه اقول لكم كان عامل عمايله في العياط، كان هيتجنن كده عليا. يا رب يكتبها لكل مشتاق يا رب، ويوريني اللحظة دي تاني مرارا وتكرارا ويكتبها لكم. ده محمد بقى كان بيزق معايا العربية لأن أنا طبعا تعبانة. وإن شاء الله المقطع اللي جاي بقى كان آخر أذان ليا في مكة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
هنا بقى تقريبا كان الأذان خلص وكنت بقى بودع الكعبة وبودع الأماكن الجميلة. عايزة أقول لكم إن أنا دلوقتي وأنا بعمل مونتاج للفيديو، شوفوا أنا جاية بقالي 15 يوم، بس قلبي مشتاق جدا جدا جدا، وحاسة إن أنا سايبة يعني حاجة كبيرة جدا جدا موجودة هناك. فبدعي من ربنا ان ربنا يكتبها لي مرارا وتكرارا ويكرمني، واللي ما قدرتش اعمله المرة دي ان شاء الله اعمله المرة اللي جاية. ايه ده يا حبيبة؟ هقول لكم ده ايه. ده انا كان ربنا كرمني وجمعنا كل التمانية اللي كنا طالعين في الجروب، كل واحد دفع 20 ريال، وجمعنا مع بعض حتى المشرف بتاعنا، وجبنا كرسي اللي هو بعجل وسبناه صدقة في الحرم. يا رب يجعله كده يكون في ميزان حسناتنا، ونكون قدرنا نعمل حاجة أنا وكل حبايبي اللي كانوا موجودين معي. طبعا لمينا الشنط واتأكدنا ان الكرسي راح في مكانه الحمد لله. يا ريت كان بإيدي كنت عملت أكتر من كده، أكتر من كده مليون ألف مرة، بس ما باليد حيلة. انتوا عارفين ان انا طالعه ضيفه على الرحمن، يعني الحمد لله ان انا وصلت لكل اللي انا فيه ده فضل وعدل من عند الله. دعواتكم ليا ان ربنا يكرمني ان انا اطلع مره تانية يكون من حر مالي، واقدر اعمل كل اللي نفسي فيه، كل اللي انا عايزاه. كنت بقى طلعت الطياره، انا ركبت الساعه، اللهم صل على سيدنا محمد، ركبنا وصلنا المطار. عمال ما خلصنا الإجراءات كنا الساعة 1، احنا جينا بعد صلاة الفجر من الساعة 7. ركبنا عمال ما رحنا المطار اتأخرنا، لا دخلنا مطار غلط ورجعنا ركبنا تاني ورحنا المطار اللي احنا رايحينه على الحجز بتاعنا. وركبنا تقريبا الساعة 2:30. لا كنا 2:30 في المطار، وصلنا القاهرة الساعة 4:30 أو 5:45. عمال بقى ما دخلنا وخدنا الشنط والإجراءات وده وده وده، كنا وصلنا البيت الساعة 9، والحمد لله فضل وعدل من عند الله. هنا بقى كنت بصور للبنات وأنا راكبة الطيارة، علشان برضو تكون بالنسبة لي ذكرى حلوة وذكرى جميلة. عايزة أقول لكم مش قادرة أمسك نفسي من البكاء ومن العياط. حاسة إن هو كان بالنسبة لي حلم، حلم، ومعقول أنا حلمت وقمت ومش مصدقة بصراحة، لأني طبعا العمرة بتاعتي كانت ليها ظروف خاصة، وكان في التزامات بحاجات. أنا كنت طالعة زي ما أنا قلت لكم، كان في ناس في رقبتي وكان في ناس معايا فكل توضيباتي وكل اللي أنا كنت عايزة أعمله، أو اللي أنا كنت مخططة له في بالي قبل ما أمشي بيوم، أنا هعمل كذا كذا كذا. ده التفكير اللي هو قبل ما تسافر على طول. أما أنا كنت بحلم من زمان زي ما أنا قلت لكم كده، من سنين طويلة بالعمرة، وكنت كل ما أتفرج على فيديوهات وأقول أنا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل. فالحمد لله يعني ده ما حصلش. آه، طبعا انا راضيه راضيه. يمكن لعل وعسى اللي حصل لي وحبايبي واخواتي وامهاتي اللي كانوا معايا وكنت بخدمهم بعناية وكنت شايلهم على راسي من فوق، يكون يا رب كده يكون حاجة كويسة ربنا يغفر لي بيها لو كان في تقصير. بس انا الحمد لله والله يا ربي انا ما كنت مقصره، انا كنت بعمل كل يعني اللي انا قراته واللي انا اتفرجت عليه واللي انا عارفه عن العمر عملته كله. كنت بقرا قران، بس كان يعني كان نفسي ان انا اقعد ال5 صلوات كلهم في في مكه المكرمه، افضل قاعده لحد ما اروح على النوم. بس للاسف انا كنت لازم افطرهم ويتغدوا، وبعد العصر ببتدي ان انا بنزل. فده كنت بصلي الظهر والعصر تقريبا في ال7 ايام. صليت مرتين في الفندق، في المسجد بتاع الفندق. فالحمد لله دعوتكم ليا
ادعوا لي كتير ان ربنا يكرمني بيها ويدهاني مرة تانية، وربنا يكرمني بيها ويدهاني من حر مالي، وان شاء الله اعمل كل اللي كان نفسي فيه وكل اللي كنت عايزه اعمله اعمله يا رب. ويا رب ما كنتش قصرت، ويا رب ما كنتش قصرت في واجبي مع الناس اللي كانوا موجودين معايا ويا رب اتمنى ليكم وليا ان ربنا يكرمنا بيها باذن الله. هنا كنت بتفرج على مصر من فوق، وهنا بقى كنا خلاص ابتدينا ان احنا ننزل، الطيارة ابتدت تنزل، كنت بحمد ربنا وبشكره على كل حاجة. كنت بردت بقى، التكييف كان فوق في الطيارة عالي جدا، وانا كنت عندي حالة دور برد شديد، فالحمد لله. انا عارفة ان الفيديو مش هيعجبكم، بس انا حابة اشارككم معايا اخر لقطات او اخر اجزاء من العمرة بتاعتي. دعوتكم ليا ان ربنا يكرمني بيها مرارا وتكرارا، انا وكل مشتاق يا رب. هنا كنت خارجة كانوا بيصوروني، ومن فرحتهم بيا ما كملوش بقية الفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.